هلا البنات، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نحضر معاكم هاد مزيج بين الحرشه والبسبوسه. احسن من الكيكه واحسن من البسبوسه واحسن من الحرشه. كتجي رائعه، كنحضروها باللبن. واحد التجربه اللي لذيذه بزاف ورائعه وسهله. غادي نحتاجوا لها غير بيضه وحده ونصف كاس نتاع اللبن. كتجي رائعه يا البنات، شي هو منها. غادي نفوتوا نشوفوا الطريقه والمكونات وفرجه ممتعه كتذوب في الفم. الا كنتوا اول مره كتشوفوني كنقول لكم مرحبا بكم. معكم عتيقه من وصفات لاله عتيقه. الا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات ما تنساوش توصلوا لاكبر عدد من اللايكات. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو بيضه واحده، وغادي نضيفو كيف العاده رشه من الملح لتصحيح الذوق. دائما كنضيفوها في الحلويات نتاعنا. وغادي نديرو شاسيه نتاع الفاني من وزن 8 او 9 غرام. وغادي نديرو كاس، يعني غتشوفوا معايا معامرش نتاع السكر حبيبات. بالنسبه للسكر ما غاديش نكثروا بزاف ديال السكر، حيت من بعد غادي ندير الشربات. غادي نحضروها وغادي تشوفوا، غادي نوريكم الطريقه. يعني كنديروا فيها السكر. إلا كان عندكم العصير نتاع التين أو عصير عادي، يعني المهم نتاع برا ولا نتاع الدار، ديروه به كيكون رائع. أنا كيعجبني حسن من الشربات. هنا غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيذوب لينا شوية داك السكر. وغادي نضيفوا عليه، هنا كاين غتشوفوا المقدار نتاع الزيت. بالنسبه للزيت انا ضفت نصف كاس. غتشوفوا اللون ديالها شويه غامق، راه مزيج. انا كانت عندي في القرعه مزيج بين زيت الزيتون وزيت المائده. يعني نتوما ديروا غير زيت المائده راه كتجي مزيانه. وبالنسبه اللي بغى يدير زيت الزيتون راه ما جاتش فيها ريحه زيت الزيتون نهائيا. المهم انا غير كان عندي داك الماجيز مخلط وضفتو. يعني الا كانت عندكم زيت عاديه ديروا زيت عاديه ماشي مشكل. بالنسبة للبن، هنا كاين عندكم كاس نتاع اللبن، ضيفوا كاس نتاع اللبن. انا استعملت، كان عندي داك اللبن اللي كيكون خاتر، يعني نتاع هنا كاين. راه ضفت نصف كاس نتاع اللبن ودرت نصف كاس نتاع الماء، يعني كاس. انا للامانه كنقول لكم الطريقه حرفيا كيف درتها. يعني كان عندكم داك اللبن اللي كيكون يعني ما خاطرش، اللبن عادي نتاع البلاد، ضيفوا كاس. ما كانش عندكم، كان عندكم هذا اللي كيكون داير بحال الرايب، يعني انا خففته بنصف كاس نتاع الماء. ما كانش عندكم كاع ضيفوا غير الماء ولا ضيفوا غير الحليب عادي. المهم كتجي فيها واحد النكهه اللي زوينه، يعني شويه مختلفه، ماشي بزاف ولكن شويه مختلفه. هنا كاين ضفنا جوج شاسيات نتاع 11 غرام، يعني 22 غرام ولا نتاع 8 غرام. انا عندي هادو نتاع 11 غرام، يعني ضفتهم بجوج. ودرت كاس نتاع السميده. غادي نخلطو مزيان وغادي نضيفو كاس اخر نتاع السميده. هنا كاين غادي نخلط مزيان. هنا كاين انا استعملت السميده الغليظه. كتجي تقدروا تستعملوا السميده الغليظه او السميده اللي كتكون متوسطه. ما تستعملوش داك الفينو البيض ولا الرقيقه، راه كتجي بحال الكيكه نيشان. كتجي، المهم كتجي كيكه. يعني اللهم ديروا هكا باش مين كتكونوا كتاكلوا كتحسوا بانها يعني بحال شكل، كيف قلت لكم، واحد المعجز كيجي بين البسبوسه والحرشه. هنا كاين انايا ضفت ليها آآ ربع كاس نتاع الدقيق. نتوما ضيفوا نصف كاس نتاع الدقيق باش ما تاخذ ليكمش وقت أطول في الطهي. ضيفوا نصف كاس نتاع الدقيق وخلطوا مزيان. هنا كنخلطوا مزيان حتى داك الخليط يعني كينسجم مزيان. هنا شديت المول نتاعي. أنا كنستعمل هذا، وراه صراحة الله حضرت لكم فيه جوج أنواع نتاع البسبوسات. حضرتها حتى بالشوكولاتة، راه عجبتكم بزاف. بالشوكولاتة بدون شوكولاتة كتجي رائعة. كندهنوه بالزبدة أو بالزيت وكنديروا له السميدة الغليظة. وغادي نخبو داك الخليط اللي درنا. ضروري إلا كانت السميدة نتاعكم كتشرب، ضيفوا له، لقيتوها بأن راه اختار وراه شرب، يعني ضيفوا ليها، خفوها بشويه الماء ولا بشويه الحليب. غادي تشوفوا القوام اللي خاصو يكون. ما كانش، انا ما كتشربش، يعني هذا هو القوام ديالها. خليتها يعني بحال هكذا. يعني هاد السميده اللي استعملت، هاد النوعيه اللي خدمت بها، ما كتشربش. بالنسبه للطهي انا درتها في الفران تاع الاتراك. شعلت عليها غير من التحت، خليتها تقريبا واحد نصف ساعه. وكتشعلوا لها من الفوق. نتوما 25 دقيقه ردوا ليها البال وكتشعلوا لها من الفوق باش تاخذ اللون وتحمر. هنا ضفت كاس مع مرج نتاع السكر وغادي نضيف عليه
تقريبا كيف كتشوفوا كأس يعني قل ربع يعني نتاع الماء، وغادي نضيف قطرات نتاع الحامض، ولا الا عندكم حامض او لتشين يعني قطعوها وديروها فيه، خليوها واحد 5 دقائق فوق البوطه حتى كيدوب داك السكر، وكنطفيو عليه وكتشوفوا بان راه طبخ داك الماء وكنطفيو عليه. هنا انا كنسقي البسبوسه ديالي، راه كتشرب وكتجي فتيته، ضروري انكم تخليوها يعني تسقيوها وتعطيوها الخاطر حتى كتشرب يعني كاع كيف كتشوفوا راه كتشرب كاع داك الشربات. ولا الا كان عندكم عصير نتاع التشين ديروه سقيوها به، كنسقيها حتى انا بالعصير نتاع التشين، ولا الا كان عصير نتاع القرعه العادي اللي كتشريوه حتى هو سقيوها به، راه كتجي لذيذه بزاف. هنا كاين انا غادي نخليها شويه وغادي ندهنها بهاد درت ليها الكوفيتير نتاع المشماش اللي دهنتها به، وغادي نحمر شويه رقائق نتاع اللوز ونزوق به. بالنسبة نتوما تقدّروا تزوقوا برقائق اللوز، ديروا لها غير الكونفيتير والكوك، ولا القوقاو كونكاسي ولا لوز كونكاسي اللي كان متوفر عندكم، ولا غير تسقيوها ودهنوها بالكونفيتير ولا بلا كونفيتير وتقدموها بالصحة والراحة. المهم التزيين كيبقى يعني كل واحد والرغبة ديالو، وكل واحد يعني وشنو تشهى، كيجي هاد اللون ديالها الزوين واعر. هنا هذا هو كيف قلت لكم رقائق نتاع اللوز نقّصت ليهم من البوطة كيف كتشوفوا راه ما تحرقوش، يعني خاصهم يعني ضروري ما تخليوهمش حتى كيتحرقوا. من كتجي وحدة محروقة وحدة دايرة ما كيجيوش زوينين في اللون، يعني من كيقعدوا هكا شوية بيضين يعني كيجيو مزيانين. هنا صافي غادي نكمل على هاد الشكل، غادي نزوق كامل البسبوسة نتاعي أو الحرشة نتاعي. بالنسبة للتقطاع كنعتذر ما قطعتهاش قدامكم، كنت معروضة وديتها معايا. مي غادي نوريكم واحد خديت واحد الصورة من نقطعوها خديتها كتجي واعرة، كتجي كتذوب في الفم، كتفرتت، كتجي هشيشة بزاف، كتجي رائعة. بالنسبة إلا كان كيعجبكم يعني البسبوسة أو الحرشة، إلا كان كيعجبكم كيف قلت لكم هاد النوع نتاع البسبوسة أو الحرشة اللي كتذوب في الفم وكتجي فتيتة، انت كتعضيها وهي كتفرتت كتجي رائعة رائعة ما نقولكمش. هذا هو القوام ديالها وهذا هو الشكل ديالها. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وشفتوا كيف قلت لكم اللوز راه ما حمرتوش بزاف. ها هي، ها هي لالا البسبوسة ولا لالا الحرشة. هذا هو الشكل ديالها كيجي رائع. كيف قلت لكم كتذوب ذوبان، وخليوها يعني وجدوها بوقت وخليوها ترتاح. انا راه زربت عليها وقريت طيبتها خرجت من حيت كنت زربانه. عطيوها الوقت يعني وجدوها بالوقت وخليوها ترتاح. شحال ما ارتاحت شحال ما كتولي عليها اللذه كتجي ألذ وكتجي رائعه. بصحه وراحه، تهلاو في راساتكم. نضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.